نكمل الأفكار مع بعض بخصوص المرأة، دور المرأة في السياسة، وما هو مدى أهمية دور المرأة في صنع القرار وفي مجال السياسي. كيف كانت المرأة تنظر إلى جانب السياسة، وبالأحرى الدولة الرأسمالية شو أعطت الفكرة عن المرأة والسياسة، وكان يعتبر شعار وعيب كبير على المرأة بأنها حتى تنطق بكلمة السياسة. والآن نحن نرى المرأة في مجال السياسي مجال واسع، فهذا هو دليل على أنه الدولة الرأسمالية الدولة الحاكمة كانت تحسب هذا الحساب، وقت ما إذا المرأة تكون في مجال السياسة فأكيد رح يكون في مجتمع ديمقراطي، مجتمع متسامح، فننظر شغل في مجال يعني حتى الملاحظات، حتى الإشارات عم بيقارنوا حالهم بموظفات أثناء النظام شغل في فرق. هن ما بيقبلوا لحالهم انه حدا يقول لهم انتم موظفات عند جهه حكوميه. بس الرساله مو انه هو صاحب اهداف معينه، هو عنده مجموعه من الرسائل حملها وصلها لرئاسه النظام السوري، لكن انا بالمجمل عم شوف انه من دول الخليج هي عم تحاول تتقرب من النظام. مثلا شفنا بوادر بالسعوديه لكنها وقفت عند حد معين، الكويت، سلطنة عمان وغيرها. للإفادة أنه هاي الدول الخليجية هي عم تعاني من إيران جديدة تضاف إلى الأراضي التركية، طبعا لأن تركيا دائما تتحدث أنه هي يجب أن تلغي اتفاقية لوزان التي تحد من حدود التركية لحدودها الحالية، وإنما تريد التوسع لتحقيق ما يسمى بالاتفاق أو الميثاق الملي، اللي يقول إنه الحدود التركية تضم من حلب إلى الموصل، إلى ونذكر إنه أردوغان حكى إنه لدير الزور أيضا، وبالتالي إذا الحدود والتوسع التركي كل ما كانت الأزمة السورية قائمة ومعقدة وأصبح الشعب هش أكثر، كل ما استطاع أن تحقيق أحلامه وطموحاته. نقطة أخرى، يمكن اليوم أكثر شيء يطغى على الواقع السوري هو نشوف والأخبار السورية نشوف أنه هو موضوع التقارب ما بين تركيا ودمشق، لكن هذا فحزب الخضر شو هي دورها؟ الحزب الوحدة شو هي دورها؟ المرأة في ضمن هذه الأحزاب شو هي دورها؟ نحن ليش قلنا مثلا كان بهاي الندوة مثلا نستضيف كثير نساء مستقلات، في عندنا مثلا في بيت عندنا في ضمن، هلا انتم عم بتلاحظوا ما في أي رفيقة ضمن مؤسساتنا. قلنا حصرا أن الوضع السياسي هي عاتقة على نساء في ضمن أحزابها السياسية،